استشهد أكثر من 30 رياضيا فلسطينيا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، آخرهم اللاعب نظير عطا نشاش، لاعب نادي خدمات البريق لكرة القدم، إثر القصف الوحشي المتواصل الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وقال مصطفى صيام، الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي، في تصريح إعلامي من غزة: نحن نتعرض لإبادة جماعية هنا في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المدعوم بالطائرات الأمريكية والغربية منذ أكثر من أسبوعين. هناك الآلاف من الشهداء، معظمهم من الأطفال والنساء، وما زال هناك الآلاف من الشهداء المفقودين، وعدد كبير من الإصابات. هناك استهداف لكافة مناحي الحياة، من مستشفيات ومساجد وكنائس وملاعب ومنازل تقصف على رؤوسنا. نعاني أوضاعا إنسانية صعبة جدا، لا وجود للمياه والكهرباء. نحن نحاول أن نوفر هذه المقومات حتى نستمر في الصمود على أرضنا في قطاع غزة، وفي ظل المحاولات الإسرائيلية لتهجير السكان إلى سيناء. نعاني ظروفا استثنائية صعبة في قطاع غزة. وأضاف أن غزة تعيش أياما صعبة، خاصة انقطاع التيار الكهربائي ومشكل المياه وضعف وسائل التواصل. وعن موقف الاتحاد الجزائري لكرة القدم الداعم للقضية الفلسطينية، قال: نحن نحترم ونقدر الموقف الجزائري والحكومة الجزائرية على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد قرر إيقاف الدوري الجزائري تضامنا مع أهل غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة. إنه موقف مقدر ومشرف، وأتمنى من جميع الاتحادات العربية أن تحذو حذو الاتحاد الجزائري، وبالتالي فإن الجزائر كانت سباقة في دعم الفلسطينيين على الصعيد السياسي أو الرياضي، وعلى كافة مناحي الحياة التي تتعلق بالقضية الفلسطينية. أما عن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي رفض المقترح المقدم من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لاستضافة مبارياته الرسمية بالجزائر، فقال: للأسف، كان قرار الاتحاد الآسيوي بعدم استضافة مباريات المنتخب الوطني الفلسطيني بالملاعب الجزائرية صدمة لكل الشارع الرياضي الفلسطيني، خاصة وأن الجزائر كانت دائما سباقة لاستضافة منتخبنا الوطني. ونتمنى أن يغير الاتحاد الآسيوي قراره، خاصة وأن المنتخب الفلسطيني تنتظره استحقاقات هامة، وبالتالي فنحن نعتبر أن الملعب الجزائري هو المناسب لنا لما تشكله الجزائر من دعم متواصل للقضية الفلسطينية. إنه قرار صادم، وأشكركم جزيل الشكر على هذه الالتفاتة. وكان جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، قد قال في تصريحات إذاعية: إن حجم الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال في غزة غير مسبوق في تاريخ الإنسانية، وإن الحركة الرياضية الفلسطينية مشلولة بسبب الاعتداء على الأرض والشعب والمقدسات، وعلى كل ما هو فلسطيني، وفي كل الأراضي الفلسطينية.